أعلامي مستوى الثقاف. زيارة المركز الفاروق. اليوم الامتحان اليوم الخميس اليوم الثالث. عدد الطلاب 178. الحضور 177. غياب طالب واحد فقط. المركز الامتحاني تسير الأمور بوتيرة عالية وإيجابية، في تفاعل من الطلاب. المركز فيه هدوء. ظاهرة التجمهر هي ظاهرة سيئة، لكن الحمد لله هذا السنة تغلبنا عليها. كما ترون أن المركز يسير بشكل عام بشكل ممتاز، هدوء واريحية، لا توجد أي صعوبات. نشكر السلطة المحلية على رأسها الأستاذ محامي مازن اليوسفي على تقديمه كافة سبل الدعم والتهيئة من الصلاح المراوح، ودعمنا بالمياه والثلج للتغلب على حرارة الجو. وبهذا نقول شكرا جزيلا له والمكتب التربية والتعليم والقائم أعمال مكتب مدير التربية والتعليم في خنفر الأستاذ عبد الهادي بصلاف، وجميع الجهود المبذولة في المحافظة والمديرية. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آسي محمد صالح عبد الخريبي من شربة مجمع ثانوية الفقيدة طلحة الفضلي. نجري الامتحانات الثانوية العامة بيسر وأمان والحمد لله، والعملية مرتبة من حيث عدد المراقبات والإشراف عليها واللجان الموزعة فيها، حيث بلغ عدد طلاب تلميذات القسم العلمي 150 تلميذة والحمد لله جميعهم حاضرات، بينما عدد تلميذات القسم الأدبي 22 تلميذة و21 تلميذة حاضرة بينما طالبة غائبة. نتمنى لجميع طالباتنا النجاح والتوفيق وحظ الموفقة بإذن الله تعالى.